عارف دبي؟ أيوة، المدينة اللي العالم كله بيتكلم عنها. شايف كل المباني الجميلة والشاهقة والإنجازات الضخمة دي؟ في مبنى واحد بس بيلفت نظر العالم كله. لا، مش برج خليفة اللي هو أطول برج في العالم. اللي بيلفت النظر فعلا هو برج العرب. تعالوا نحكي القصة دي سوا، وأوعدك إنها هتكون مليانة تفاصيل مش عادية. ركز معانا في الفيديو وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، دبي كانت لسه مدينة طموحة بتحاول تلاقي طريقها للعالمية. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان شايف إن السياحة هي المستقبل، وقرر يعمل حاجة تخلي دبي حديث العالم. بالنسبة للشيخ محمد، الفكرة ما كانتش مجرد إنشاء فندق فاخر، لكن بناء أيقونة تعبر عن رؤية دبي كمدينة مبتكرة وقادرة إنها تنافس المدن العالمية. الهدف كان إن البرج ده يبقى رمز يعكس طموح الإمارة ويحطها على الخريطة السياحية الدولية. وبالفعل المشروع ده كان نقطة تحول لدبي، واللي خلى الفكرة تتحول من مجرد حلم الواقع هو التخطيط الذكي والدعم الكامل من القيادة. عارف لما تكون عايز تعمل حاجة مفيش زيها في العالم؟ ده بالظبط اللي عمله المهندس البريطاني توم رايت لما اتكلف بتصميم الفندق. اختار شكل الشراع علشان يعبر عن تراث دبي البحري، والشكل ده بقى رمز للمدينة. التصميم كان زي الحلم، وفي سنة 1993 وافق الشيخ محمد عليه وبدأت رحلة التنفيذ. المهندس وفريقه كانوا عارفين إن التحدي كبير، لأنهم مش بيبنوا مجرد مبنى، لكن رمز حي بيعبر عن الطموح والابتكار. الشراع مش بس شكل جمالي، لكنه كمان تصميم عملي بيقلل من تأثير الرياح على المدينة وبيوفر استقرار أكتر للبرج. لكن ده مش كل حاجة. أثناء التصميم الفريق واجه تحديات هندسية ضخمة، زي ضمان استقرار المبنى في مواجهة الرياح الشديدة وكمان الظروف المناخية القاسية. واحدة من الحلول اللي استخدموها كانت بناء هيكل داخلي مزدوج يساعد في توزيع الضغط ويزيد من متانة المبنى. كمان تصميم الواجهة الزجاجية كان معقد جدا، لأنه بيحتاج يعكس أشعة الشمس وفي نفس الوقت يحافظ على الإضاءة الطبيعية داخل الفندق. الفريق نجح إنه يحول التحديات دي لإنجاز هندسي مبهر بيبهر كل زوار البرج. تخيل إنك بتبني فندق مش على أرض، لكن على جزيرة صناعية. الفريق المسؤول عن المشروع حدد مكان الجزيرة على بعد 300 متر من الساحل بعناية شديدة. الاختيار ده كان مبني على دراسة دقيقة للموقع علشان يوفر إطلالة مميزة على الخليج العربي ويضمن انعزال الفندق عن ضوضاء المدينة. بناء الجزيرة تطلب تقنيات متطورة جدا، واستخدموا صفائح فولاذية ضخمة لتثبيت الحدود، وبعد كده ملوا المساحات دي بالرمل والصخور. الفكرة من الجزيرة الصناعية مش بس دعم وزن البرج العملاق، لكن كمان خلق مكان خاص يدي إحساس بالخصوصية والتميز لكل زائر. الموقع البحري ده خلى برج العرب مكان يجذب الأنظار عالميا، لأنه مش بس تصميمه المدهش اللي بيشد الانتباه، لكن كمان المكان نفسه بقى رمز للابتكار الهندسي. الفندق بيرتفع بشكل بيخليك تحس إنه بيلامس السماء. الضيوف بيوصلوا له إما عن طريق جسر طويل أو بالقوارب، ولو بتحب الفخامة الفائقة ممكن توصل بمروحية مباشرة لمهبط الهليكوبتر اللي فوق السطح. البرج ده مش مجرد تصميم، ده إعلان عن قدرة الإنسان على تحقيق المستحيل. المهندسين اهتموا بكل تفصيلة في التصميم علشان يبقى مش بس ملفت للنظر، لكن كمان عملي وآمن. الشكل الانسيابي للفندق مش بس بيدي منظر جمالي، لكنه كمان بيساعد على توزيع الرياح بشكل مثالي على سطح المبنى، وده بيضمن إنه يفضل ثابت حتى في أقصى الظروف الجوية. كمان المواد المستخدمة في البناء زي الخرسانة المسلحة والواجهات الزجاجية المزدوجة كانت مصممة خصيصاً لتحمل الرطوبة العالية وتأثير الأملاح البحرية، وده علشان تضمن عمر أطول للمبنى وتحافظ على شكله الفخم. أول ما بتدخل برج العرب بتحس إنك دخلت عالم تاني. استقبال ملكي بماء الورد والتمور والقهوة العربية. الردهة بتاعت الفندق هي الأكبر في العالم، وكل طابق فيها مزدوج، والجدران مزينة بالذهب، والمفروشات مستوردة من أفضل الأماكن في العالم. الفندق فيه 202 جناح، وكل جناح عبارة عن قطعة فنية. الرفاهية في الفندق مش مجرد كلام، لكن تجربة بتبدأ من لحظة دخولك لحد ما بتخرج. من بين الخدمات المميزة اللي بيقدمها الفندق هو وجود خادم شخصي لكل نزيل بيكون جاهز لتلبية كل طلباتك على مدار الساعة. كمان الفندق بيقدم أنشطة ترفيهية زي جلسات السبا الفاخرة وحمامات السباحة اللي بتطل على مناظر ساحرة. الضيوف كمان بيقدروا يستمتعوا بتجارب خاصة زي العشاء الفاخر في جناح خاص أو تنظيم رحلات بحرية على يخت فخم. الخدمات دي بتخلي الإقامة في برج العرب مش مجرد زيارة عادية، لكنها تجربة حياة فريدة. نيجي بقى لأجنحة الفندق. أجنحة لا تنسى. جناح سكاي المطل على المارينا مساحته 170 متر مربع، مناسب جدا للأزواج اللي عايزين تجربة مختلفة. نزلاء الجناح ده بيتكلموا عن إطلالة ما بتتنسيش على البحر،
وتجربة عاشا رومانسية في خصوصية تامة. جناح ديولكس مارينا، جناح مكون من طابقين مجهز بوسائد بتختارها بنفسك. في زوار قالوا إنهم حسوا كأنهم في عالم ملوكي، وده بسبب تصميم الجناح والراحة اللي بيقدمها. الجناح الملكي ده بقى الجناح اللي ممكن تسميه مملكة، مساحته بتغطي طابق كامل، وكل تفصيلة فيه مصنوعة بأعلى جودة من الرخام لحد المفروشات، مملكة حرفياً للنزيل. أما بقى لو بتحب الأكل، برج العرب مش هيسيبك محتار. المطاعم اللي فيه بتقدم تجربة فريدة ومميزة لكل زائر. عندك مثلاً مطعم الإيوان، هنا هتلاقي أكل عربي أصيل بيقدموه بطريقة فاخرة جداً ووسط أجواء راقية. مطعم المنتهى، مكان بيجمع بين الأكل الفرنسي الفاخر والإطلالات اللي بتسرق قلبك. كمان المطعم حصل على جوائز عالمية لجودة الأكل والخدمة. مقهى سكاي فيو، المشروبات هنا خفيفة لكن الأجواء هي اللي بتاخد العقل، مع مناظر بانورامية لا تنسى على الخليج. قوائم الطعام في المطاعم دي معمولة بعناية شديدة وبتضم أطباق من أفضل المطابخ العالمية. كمان المطاعم دي معروفة بحصولها على جوائز زي أفضل مطعم فاخر وأفضل تجربة طعام عالمية في الشرق الأوسط. التجربة هنا مش بس أكل لكن لحظات استثنائية. نيجي بقى لأسعار الإقامة في الفندق. الإقامة هنا زي الحلم لكنها مش رخيصة. الأسعار بتبدأ من $2000 لليلة الواحدة، ولو عايز تجربة ملكية الأجنحة الفخمة بتوصل لأرقام خيالية. ومع ذلك الفندق بيحقق أكتر من $120 مليون سنوياً. لكن إيه اللي بيبرر الأسعار العالية دي؟ الفندق بيقدم خدمات فريدة زي وجود خادم شخصي لكل نزيل على مدار الساعة، وتجهيز الغرف بأحدث التقنيات، وجلسات سبا فاخرة بيستخدم فيها أفضل المنتجات العالمية. كمان في عروض حصرية لتجارب زي العشاء على ضوء الشموع في أجنحة خاصة، أو استئجار يخت فاخر للتجول في مياه الخليج. الخدمات دي مش بس بترفع من قيمة الإقامة، لكنها بتدي للنزيل تجربة لا يمكن تكرارها بسهولة. الإقامة هنا زي الحلم لكنها مش رخيصة. ليه الفندق 7 نجوم؟ لأن ببساطة مستوى الخدمة والفخامة في برج العرب بيتخطى أي توقعات، زي التصميم المبتكر والضيافة اللي بتخليك تحس إنك ملك، والتفاصيل الدقيقة اللي بتخليك تعيش تجربة مش هتنساها. برج العرب بيعتبر واحد من قلة قليلة جدا من الفنادق المصنفة ب7 نجوم حول العالم، لكن المميز فيه إنه مش بس كان من الأوائل اللي حصلوا على التصنيف ده، لكنه كمان كان السبب في ابتكار مفهوم ال7 نجوم نفسه. ده بيخلي الفندق مش مجرد مكان للإقامة، لكنه رمز للفخامة المطلقة. تجربة الزوار الفريدة من نوعها اللي بتجمع بين الخدمات الشخصية والرفاهية العالية هي اللي حطت البرج في الفئة دي وجعلته أيقونة عالمية. في النهاية برج العرب مش مجرد فندق، ده قصة نجاح بتلخص طموح دبي. لو لسه ما زرتوش، ده مكان يستحق إنه يكون في قائمة أحلامك. إيه رأيك في القصة؟ شاركنا رأيك. سلام.